بعد ما يوصل سعره للرقم ده مستحيل أقف أشتريه من برّه تاني، لإنه مَيّة ودقيق فقط هتعملوه، أنتم بس سمي الله وصلّي على الرسول وتعالوا شوفوا طريقة التحضير. في البداية هاحتاج نُص كيلو من الدقيق وعليه معلقة صغيرة من الملح بمعلقة الشاي، معلقة كبيرة من الكركم، ونصيحتي ليكم وأنتم تشتروا الكركم من عطار يكون عليه سحب عشان يكون طعمه حلو. هاجيب نُص كوباية من المَيّة وعليهم كيس من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من الخميرة البيرة، هاضيف عليهم 4 معالق صغيرين من السكر، ولو بمعلقة الطعام هيبقوا معلقتين بس كبار. هاقلبهم كويس لغاية ما أتأكد إن الخميرة بتاعتي شغالة. وعلى الخليط بقى الدقيق هاحط عليه نُص كوباية من الزيت، ممكن تعملوا خليط بين الزيت والسمنة ولكن بالزيت هيكون أفضل. هاعجنهم بقى عجنة حلوة لغاية كده يعني 10 دقايق. بازود طبعًا المَيّة بالتدريج، النُص كيلو هيحتاج لكوباية واحدة من المَيّة فقط، بس زودوا بالتدريج عشان مش كل الدقيق زي بعضه بيختلف من نوعية للتانية. هاخدهم بقى على الرخامة وأعجنهم عجنة حلوة كده، عشان لما تعجني العجينة عجنة حلوة بيديكي نتيجة حلوة. بصوا بالشكل ده هيكون عندي عجينة طرية لكن مش بتلزق في الإيد. اقعدي بقى كده لتي فيها كده لغاية ما تلاقيها تمام معاكي وناعمة كده. هبدأ بقى ألمها وأرجعها تاني في البولة، ده بيكون شكلها طرية ولكن ما بتلزقش في الإيد. هغطيها بفوطة واسيبها في مكان دافي، وانا حطيت تحت الفوطة كيس. لما توصل للشكل ده انا سبتها نص ساعة، هقسمها لجزئين، هعملها على كورتين، هخليهم الاتنين قد بعض، وابدأ بقى افرد في العجينة اللي معايا. انا شلت الكرة التانية وغطيتها برضو بالكيس عشان تفضل طرية وما تنشفش. بصوا عشان العجينة طرية ما شاء الله بتجري كده تحت ايدي. انا بعملها كده بايدي الاول بعدين بفردها بالفرادة، ممكن تعمليها بالفرادة على طول، بس انا الفرادة عندي بتقطع كده في العجين يعني بتجنبها على قد ما اقدر بعمل بايدي. طبعا انا هفردها رفيعة يعني عشان تكون رفيعة، مش عايزاها تخينة عشان لسه اصلا هنلفها على بعضها. هفضل بقى افرد فيها لغاية ما تبقى رفيعة بالشكل ده كده. هاخدها بقى كده والفها رول. الزيادة بقى كلها بطبقها على بعضها وادخلها لجوه بحيث لما تدخل الفرن ما تفتحش معانا. طبعا هنا بتعامل معاها زي العيش الفينو بالظبط، يعني بعملها معاملة العيش الفينو. بصوا بضغط عليها كده عشان كله يلحم في بعضه يعني. بسويها وبجيب صينية مدهونة زيت وابدأ احط فيها اول واحدة، تاني واحدة بفردها برضو بنفس الشكل. هما الاتنين قد بعض، يعني كنت بخليهم الاتنين قد بعض بالظبط. بمشي برضو عليها بالفرادة عشان تكون زي ما قلت رفيعة مش تخينة، وبلفها برضو رول، والزيادة كلها بدخلها على جوه. طبعا الرخامة معلهاش اي حاجة ولا زيت ولا دقيق ولا حاجة خالص، وما تقلقوش مش هتلزق، بس المهم ان الرخامة تكون ناشفة. طبعا الزيادات كلها من الاطراف ومن ده وده بندخلهم على جوه. بعملها بقى كده لغاية عشان كلها تكون قد بعضها. طبعا هغطيها واسيبها تخمر يعني تضاعف حجمها زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. بصوا لما تبقى بالشكل ده. طبعا الفرن شغال نار متوسطة، ما بتاخدش وقت خالص في التسوية، ربع ساعة. النار هادية يعني متوسطة مائلة للهادية مش للعالية. وابدأ اقطعها بقى القطع اللي بتحبوها. خدتوا بالكم اللي حصل ده ولا شفتوا حاجة؟ طبعا ملائكة الرحمة يعني مش صابرين اما اخلص. بقطعها بقى، اقطعوا الحجم المناسب يعني تحبوها كبيرة صغيرة
براحتكم، الحجم ده يرجع ليكم. لكن الرفيعة ما بتاخدش وقت، لما بنحطها في الفرن تاني ما بتاخدش وقت في التحمير. بصوا تحسوها طرية ومفرولة كده طبيعي. سيبوها تبرد خالص، ما تقطعوهاش الا لما تتأكدوا ان هي بردت تماما. هقطع بقى كله بالشكل ده، وهجيب الصينية او الشبكة بتاعت الفرن، الشبكة هتبقى افضل، وارصهم فيها. هرص بقى كل الكمية اللي معايا في الصينية. لو عندك الشبكة بتاعت الفراخ دي تكوني غسلاها وحطيهم عليها، هتبقى احسن من الصينية. لو ما عندكيش حطيهم في صينية. طبعا النار بتكون شغالة من تحت، يعني لو انا مشغلة الشواية من فوق بحطهم في ارض الصينية، لو انا مشغلة من تحت بحطهم فوق على الشواية. يعني عايزة النار تكون بعيدة عنهم قدر المستطاع، على قد ما تقدروا تبعدوها عن النار ابعدوها عشان تتحمص معاكم وتبقى مقرمشة. بصوا لما تخرج من الفرن هتبقى بالعظمة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا حطيته خد مدة، وكل مدة بقلبهم من الجنب ده للجنب ده عشان يقرمش كده زي اللي بتشتروه من بره. مش هقولكوا ده زي بتاع بره، لا، هقولكوا ده احسن من اللي بتشتروه من بره وانضف واطعم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك